تحت هذه الأرض التي نعرفها اليوم باسم ذمار يرقد تاريخ عمره آلاف السنين، نقوش مسندية وتماثيل ومدن أثرية وآثار تعود إلى زمن ملوك سبأ وحمير، لتجعل من ذمار واحدة من أهم المناطق التاريخية في اليمن. في هذا الفيديو سنعود بالزمن إلى بداية ذمار لنعرف كيف نشأت ولماذا حملت هذا الاسم وما الأحداث والحضارات التي مرت عليها عبر التاريخ. السلام عليكم، معكم علي قوص، أنا محتوى يمني ومكملين سلسلة تاريخ المحافظات اليمنية. اكتب اسم محافظتك بالتعليقات وسوي لايك وتعليق حلو مثلك ويلا بينا. هل تعلم أن محافظة ذمار كانت موجودة قبل أكثر من 2000 عام وإن اسمها ارتبط بأحد أشهر ملوك اليمن القديم؟ هذه الأرض لم تكن مجرد مدينة أو محطة عابرة في التاريخ، بل كانت جزءا من قلب الحضارة اليمنية القديمة، وشهدت قيام ممالك سبأ وحمير، وعثر فيها على نقوش وآثار وتماثيل تعود إلى قرون طويلة قبل الإسلام. يرتبط اسم ذمار بالملك الحميري ذمار علي يهبر، وهو أحد الملوك الذين ورد ذكرهم في النقوش اليمنية القديمة، ويرى عدد من المؤرخين أن المدينة سميت باسمه. وفي العصور القديمة كانت ذمار جزءا من الحضارة اليمنية الجنوبية، وخضعت لنفوذ ممالك سبأ ثم حمير. وقد كشفت النقوش المسندية والآثار الموجودة في المحافظة عن وجود نشاط سياسي واقتصادي وعمراني كبير فيها منذ قرون طويلة قبل الميلاد. وسبب موقعها الجغرافي بين صنعاء وإب وتعز والبيضاء أصبحت محطة مهمة للقوافل التجارية التي كانت تعبر اليمن القديم، كما ساعدت سهولها المرتفعة ووفرت أراضيها الزراعية على استقرار السكان فيها منذ زمن مبكر. خلال العصر الحميري ازداد دور ذمار أهمية، خاصة بعد توسع الدولة الحميرية وسيطرتها على أجزاء واسعة من اليمن. وتشير النقوش المكتشفة إلى وجود معابد ومنشآت ومراكز سكانية في المنطقة تعود إلى تلك الفترة. وعندما اليمن دخلت الإسلام في القرن السابع الميلادي، دخلت ذمار ضمن المناطق التي اعتنقت الإسلام وأصبحت جزءا من الدولة الإسلامية. وخلال العصور الإسلامية المتعاقبة تعاقبت عليها عدة دول وحكومات حكمت اليمن، منها الدولة الزيادية والصليحية والرسولية والطاهرية. وفي القرن السادس عشر دخلت اليمن مرحلة الصراع مع العثمانيين، وكانت ذمار واحدة من المدن التي شهدت أحداثا سياسية وعسكرية خلال فترات الحكم العثماني. وخلال عهد الأئمة في اليمن أصبحت ذمار مركزا مهما في المرتفعات الوسطى، واستمرت كإحدى المدن الرئيسية المرتبطة بصنعاء سياسيا واقتصاديا. ومن أبرز المواقع التاريخية في المحافظة مدينة ذمار القديمة التي تضم مباني وأسواق تاريخية، إضافة إلى موقع هكر الأثري الذي يعد من أهم المواقع الأثرية في اليمن، حيث عثر فيه على تماثيل ونقوش وآثار تعود إلى عصور ما قبل الإسلام. كما تحتوي المحافظة على عشرات النقوش المسندية التي ساعدت الباحثين على فهم تاريخ اليمن القديم والعلاقات السياسية والاقتصادية بين الممالك اليمنية القديمة. باختصار، تاريخ ذمار هو تاريخ يمتد من عصر ممالك اليمن القديمة مرورا بالدولة الحميرية ثم العصور الإسلامية والعهد العثماني وصولا إلى اليمن. وهي واحدة من المحافظات التي احتفظت بكمية كبيرة من الشواهد الأثرية التي توثق تاريخ اليمن عبر آلاف السنين. وفي الختام، عندما نتحدث عن ذمار فإننا لا نتحدث عن محافظة فقط، بل عن صفحات متواصلة من تاريخ اليمن القديم الإسلامي، وما زالت نقوشها وآثارها شاهدة على آلاف السنين من الأحداث والتحولات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.